وكأن الزمالك عامل عقد مع بطولة السوبر الافريقي كل ما يكون خصمه هو النادي الاهلي. الزمالك حقق البطولة 5 مرات، منهم مرتين على حساب النادي الاهلي. خلوني بس الاول اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعي قناه بلاي ميكر، وحلقتنا النهارده عن السوبر الافريقي. هنبدا الحلقه بالمباركه لجماهير نادي الزمالك العظيمه، الف مبروك، بطوله مستحقه وفرحه مستحقه، لان الاهلي كان فرصه قبل المباراه على الورق اكبر من الزمالك، ولكن من امتى كره القدم بتمشي بالورقه والقلم؟ لو هندي عنوان للمباراه هنقول فاز من استحق او فاز من سعى اكتر للفوز. طب هل ده معناه ان الزمالك بقى سيطر على المباراه كلها وعمل خطوره واداء تاريخي؟ لا، الاحصائيات بتقول عكس كده. الاحصائيات بتقول ان الزمالك عمل 13 تسديده طوال المباراه، منهم 2 بين القائمين والعارضه. طب هل معناه ان الاهلي عمل العكس؟ لا، الاهلي برضو ما عملش الخطوره الكبيره. الاهلي سدد 7 تسديدات، منهم 4 بين القائمين والعارضه. طب ايه اللي فرق لعيبه الزمالك عن لعيبه الاهلي؟ لعيبه الزمالك كانوا مصدقين في نفسهم اكتر، كان عندهم اصرار ورغبه اكبر في الفوز باللقاء، عشان كده اغلب الالتحامات كانت بتروح للعيبه الزمالك، والكره الثانيه غالبا كانت بتاعتهم. كمان الزمالك كان انتشاره افضل في الملعب، يعني لو هتبص للملعب من فوق هتحس ان لعيبه الزمالك كانها اكتر في الملعب، بيلاقوا بعض اسهل في الملعب. وده ليه؟ لان الزمالك كان عنده لعيبه كوره كتير، عبد الله السعيد وناصر ماهر، اللي انتقدنا جوميز او الناس انتقدت جوميز انه ممكن يبدا بيهم، هم كانوا سلاح فوز الزمالك في المباراه النهارده. المباراه عامه ما كانش فيها كوره حلوه، كان يغلب عليها العصبيه اغلب فترات المباراه، وخصوصا بعد ضربه جزاء اللي حسبها الحكم الليبي معتز الشلماني، اللي حصل اعتراضات كبيره جدا من لاعيبه الزمالك واشوفها غير مبرره على ضربه الجزاء. يعني لعيبه الزمالك لما تشوف ضربه الجزاء بعد المباراه هتتاكد انها فعلا ضربه جزاء. الاعتراضات دي خرجت لعيبه الزمالك من جو المباراه، ومن اسباب هزيمه الاهلي انه ما استغلش الفتره دي، ما استغلش اللحظات اللي بعد هدف وسام ابو علي اللي خرج فيها لاعبي الزمالك من المباراه نتيجه اعتراضاتهم على حكم اللقاء. وفي الماتشات الكبيره زي دي وقدام الفرق الكبيره اللي زي الزمالك، لو ما استغلتش لحظات الضعف دي هتتعاقب في اخر المباراه، وده اللي حصل. كمان اقدر اقول ان من حسن حظ لاعبي الزمالك وجوزيه جوميز ان الهدف وضربه الجزاء كانوا في اخر الشوط الاول، عشان ما تطولش الفتره اللي بعد الهدف وما يستغلهاش لاعبي ومدرب الاهلي. جوزيه جوميز بين الشوطين لم لاعبي الزمالك، وانا متاكد ان هو اشتغل معاهم على الجانب النفسي اكتر، وشفنا لاعبي الزمالك نزلوا الشوط الثاني بشكل مختلف وسيطروا على اغلب فترات الشوط الثاني. والحقيقه هنا انا لازم احيي جوزيه جوميز لانه كسب الرهان قدام مصر كلها. يعني اغلب المحللين والمتابعين ومنهم انا شخصيا كنا شايفين ان غلط ان الزمالك يلعب وسط ملعب يغلب عليه الطابع الهجومي في عبد الله سعيد وفي ناصر ماهر. كنا شايفين ان دي مخاطره قد تفقد السيطره للزمالك على وسط الملعب، ولكن العكس هو اللي حصل. الزمالك سيطر على وسط الملعب وسيطر على معظم مجريات الشوط الثاني، وكان الثنائي ده له دور كبير في سهوله خروج الزمالك بالكره وخروج نقل الكره للجانب الهجومي. بالعكس كان الاهلي هو اللي عنده مشكله واضحه في خط الوسط، ولعبته ما كانوش عارفين يخرجوا بالكوره بشكل جيد، وكان عندهم ميس باس كتير. ولما نشوف عدد باصات الاهلي والزمالك والاستحواذ في المباراه اكد لنا الكلام ده. الزمالك كان ليه 439 باص بنسبه سيطره 56%، بينما الاهلي 360 باص فقط بنسبه سيطره 44%. حاول مارسيل كولر ببعض التغييرات ان هو يحيي وسط ملعب الاهلي ويرجع يسيطر على اللقاء، ولكن البدلاء ادوا نفس الاداء السيء اللي كان بيأدوه اللعيبه اللي نزلوا مكانهم. يعني قفشه لما نزل ادى نفس اداء السيء بتاع امام عاشور، بطء في التمرير، فزلكه غير مبرره، وده ادى ان الكره اتقطعت منه كتير وكان في ميس باس كتير، والاهلي كان بيفقد الكره كتير عند قفشه. والحقيقه مش بس خط وسط الاهلي اللي ما كانش كويس، الاطراف كمان ما كانتش كويس. يعني بيرسي تاو والشحات مفيش، لما نزل طاهر ورضا سليم مفيش برضو. طب الاهلي هيهاجم ازاي؟ هتوصل للجون ازاي؟ يعني بتلعب من غير خط وسط، بتلعب من غير اطراف، طب عايز تكسب ازاي؟ نرجع بقى للزمالك ولدور جوزيه جوميز في قلب المباراه. في الدقيقه 77 اتدخل جوزيه جوميز وعمل تغييرين، نزل ناصر منسي ونزل عمر فرج، وخرج ناصر ماهر وسيف الجزيري، وقلب الطريقه ل 4-4-2. وحتى الاثنين الديفندرات في وسط الملعب كانوا دونجا وعبد الله سعيد، يعني فيهم واحد لعيب كوره، فخط وسط هجومي بامتياز.
وده اللي ساعد الزمالك انه يعمل شوط تاني كبير، وان هو بعد دقيقة واحدة يكافئه ناصر منسي ويسجل هدف التعادل ويقلب المباراة لصالح الزمالك. هدف الزمالك كان غلطة مركبة من دفاع الاهلي بداية من يحيى عطية الله اللي عمل كعب غير مبرر اطلاقا، يعني لا وقته ولا مكانه، كان يقدر يطلع كرة بمنتهى البساطة ليه اوت ويحل المشكلة. وغلطة تانية من ياسر إبراهيم اللي سرح وساب ناصر منسي ورا ظهره اللي قدر يسرقه ويحرز هدف التعادل للزمالك. الزمالك واصل ضغطه بعد الهدف وحاول يعمل اللي الأهلي فشل فيه في الشوط الأول، إن هو يجيب جون تاني وينهي المباراة، ولكن ما نجحش في ده. حاول بعد كده الأهلي إن هو يرجع للمباراة وعمل مارسيل كولر تغييرات إضافية بنزول أحمد حسن كوكا ونزول رضا سليم، ولكن كان الوقت قد فات. وبعد كده نيجي لضربات الجزاء الترجيحيه اللي الشناوي فيها ما كانش احسن حاجه، يعني كان في كوره او كورتين الشناوي راح معاهم ولكن ما فردش ايديه للاخر. لو كان الشناوي فرد ايديه للاخر كان على الاقل هيصد كوره او كورتين من لاعبي نادي الزمالك. وفي الاخر الشناوي بيقول للعيبه الاهلي انا اعمل ايه؟ لا كنت تقدر تعمل اكتر من كده يا شناوي. وزي ما قلنا قبل اللقاء مباشره ان رب ضاره نافعه، ربما مشاركه عواد بدلا من محمد صبحي هي ميزه اضافيه لنادي الزمالك، لان عواد مميز في ضربات الجزاء الترجيحيه وقدر ان هو يصد كره من يحيى عطية الله ويبقى سبب كبير في مكسب نادي الزمالك النهارده. الاهلي بيخسر السوبر الافريقي للمره الثانيه على التوالي بعد خساره النسخه الماضيه قدام اتحاد العاصمه الجزائري، ولكن عزاء جماهير الاهلي ان الاهلي الموسم اللي فات لما خسر السوبر الافريقي خد بقيه البطولات في الموسم، فجماهير الاهلي بتمني نفسها السنه دي ان برضو تبقى نفس البدايه، نخسر السوبر الافريقي ونكمل بقى على بقيه البطولات نكسبها. على الجانب الاخر بدايه ولا اروع للموسم بالنسبه لنادي الزمالك، الفوز ببطوله قاريه السوبر الافريقي وعلى حساب الغريم التقليدي النادي الاهلي. مبروك فرحه جماهير الزمالك وهي فرحه مستحقه، ولكن فرحتكم دي ما تنسكوش تعملوا لنا اشتراك في القناه ولايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من المشاهدين. عشان هنا حلقتنا خلصت، اراكم على الف خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.